الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. قول اي نصيحة. مش فاكر. لا تؤجل العمل اليوم من الأمس ماشي ماشي إلى الغد إلى يا عم، أسير. خلاص شوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده أنا عامله علشان خاطر هتكلم عن كلية العلاج الطبيعي. أنا حاليا في المركز بتاع العلاج الطبيعي، فقلت بقى أصور الفيديو كده يعني إيه على مدار اليوم. طبعا أنا مقسم الفيديو لشوية أسئلة، شوية حاجات ممكن أنت تيجي في دماغك لو أنت داخل كلية علاج طبيعي، فحبيت إن أنا أجاوبك عنها يعني. أول حاجة، سنة أولى دي يعني يا يوسف، هل فيها عملي؟ هل أنا بشوف مرضى ولا كلها نظري وكلام من ده كله؟ فأحب أقول لك إن سنة أولى يعتبر كلها نظري أصلا. حلو. لان انت بتاخد اصلا مواد اسمها مواد بيزك. اصلا المواد دي بتبقى مثلا بتاخد انجليزي، بتاخد باي كيمستري، باي فيزيكس. دكتور مروق علينا هنا في المركز يعني. هتلاقي في شاي وسكر، مفيش قهوه. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد. لسه مخلص شغل دلوقتي في المركز وبلبس عشان خاطر ان انا اروح وكده. ف وفي سؤال تاني برضو كان الناس بتقعد تساله، اللي هو يقول لك طيب ايه المواد الصعبه في الكليه او كلام من ده كله، او في سنه اولى او عموما يعني في علاج طبيعي. فانا عايز اقول لك حاجه، ان مفيش حاجه اسمها ماده صعبه. يعني حرفيا الواحد لو ذاكر فالماده بتبقى سهله مهما يكن. يعني مش هتذاكر الماده هتبقى صعبه، ده الطبيعي. فانا عاوزك انك تشد وتذاكر اول باول علشان خاطر الدنيا تبقى زي الفل. فما تسمعش كلام حد بقى يقعد يقول لك ان الماده الفلانيه صعبه والماده معرفش ايه. هو ما كانش بيذاكر، فهو طبيعي ان هو يقول لك كده. بنت بتبص لي مفكراني اهبل بكلم نفسي. آه، المهم يعني، فما تسمعش كلام حد يقول لك في ماده صعبه او ان انا ما اعرفش اشتغلت الماده الفلانيه. ده ما كانش بيذاكر وحرفيا ما كانش بيعمل اللي عليه خالص. فانا قدامك اهو المثال. انا الحمد لله خلصت الكليه وكنت بجيب امتيازات والدنيا زي الفل. فانا بقول لك هتذاكر هتبقى الدنيا زي الفل. فبس ايه المواد اللي المفروض ان انا اركز عليها من سنه اولى؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الف باء كده، واحد اتنين تلاته. عندك اناتومي. الاناتومي دي ما ينفعش تطلع من سنه اولى وانت وحش فيها. انت هيجي لك مثلا هتاخد مثلا الابر لمب في الترم الاولاني واللور لمب في الترم الثاني. المهم ان انت الاناتومي دي اوعى تطنشها. يعني حرفيا مهمه مهمه مهمه. هتفضل ماشيه معاك من سنه اولى لحد ما تتخرج ولحد شغلك والكلام من ده كله. فالاناتومي مهم، تمام؟ فاوعى تطنشه، اوعى يعني حرفيا تاثر فيه. طيب هل في كتب ممكن ان انا اجيبها واذاكر الاناتومي ده؟ انت عندك في الكليه لو الدكتور عامل كتاب كويس فالدنيا تمام. طيب ما فيش كتاب، انا كيوسف كنت بشتري شاري كتاب اناتومي، كتاب دكتور عادل بندق ده بيعطي طب بشري في جامعه المنصوره، تمام؟ في طب في مانشستر. فالكتاب ده جميل جدا 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 وبسيط وطريقته حلوه ومش معقد خالص. فده انا بنصحك بيه جدا. وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. لازم افخم عليكم اصلا. ابو علي دكتور محمد علي دكتور الطب البشري. ربنا يوفقك اللي جاي. اعملوا تسكير. عامل ايه يا اولاد؟ سؤال تاني بقى، طب ايه الادوات او ايه الحاجات اللي المفروض ان انا اشتريها قبل ما ادخل الكليه؟ انت مش محتاج تشتري اي حاجه ومش محتاج تجيب اي حاجه، غير ان انت يكون عندك كشكول، اللي هو مثلا كشكول سلك كبير، علشان خاطر زي ما انا قلت لك مثلا انك
تسمع الريكورد مثلا او كده وتكتب ورا الدكتور او كلام من ده كله، او تكتب فيه حاجات مهمه. انك يكون عندك بالطو، تمام. واتمنى انك تشتري البلطو من بره يعني. يعني ربنا يستر ومفيش حد من بتوع الجامعات يسمعوني يروح يبلغوا فيا يعني. بس انا بقول لك، انا كيوسف انا ما اشتريتش بلطو من الجامعه عشان خاطر كنت بحس ان هم بيبيعوه غالي قوي، فبالتالي كنت بجيبه من بره الصراحه يعني. المفروض ان انت مثلا بتبدا انك تتدرب عملي امتى، او انك تنزل المستشفيات امتى وكلام من ده كله. ان شاء الله من اول سنه ثالثه هتبدا انك تنزل مستشفيات وتبدا تشوف الحالات. ونصيحه من اخوك الكبير، انزل تدريب من بدري قوي، يعني من بدري قوي انزل تدريب. واي واحد يقول لك ما تنزلش تدريب ما تسمعش كلامه، والله العظيم من سنه اولى تنزل. بص انا هقول لك حاجه، انا كنت قبل كده وانا بنزل، انا كنت بنزل من وانا في سنه تانية او تالتة، او تانية الترم التاني تالتة في الحدود دي يعني. كان في ناس بيقابلوني هناك مثلا في المكان اللي انا كنت بروح فيه، ويقولوا لي هو انت نازل تعمل ايه يا ابني؟ ما تستمتع بالاجازه بتاعتك وسيبك من الكلام ده كله وما اعرفش ايه وكده. بس اللي اكتشفته بعدين، انا ما كنتش انا طبعا ما كنتش بسمع كلامهم، اللي هو كنت بسمع من هنا وبطلع من هنا. ليه؟ لان انا في دماغي حاجه عاوز اعملها. ف فاللي هو اكتشفت بعدين، لا طبعا الواحد ينزل من بدري جدا. في ناس حرفيا بقيت اشوفهم بينزلوا الامتياز والله العظيم، يعني اللي هم يعني ما شافوش عيانين قبل كده، مش عارفين يعملوا ايه، تحس ان هو تايه. لكن لما انت تكون بتنزل من بدري، لا بالنسبه لك الموضوع طبيعي جدا والموضوع جميل جدا، ومش شرط انك تكون فاهم كل حاجه من بدري، انت فاهم. فالدنيا هتبقى معاك تمام وزي الفل، وهتشوف حاجات لما تيجي مثلا تاخدها في الجامعه تقول ده انا شفت الحاله دي قبل كده، ده انا شفت كذا، فاهم. فالدنيا هتبقى سهله معاك. ازاي اوازن بين الجامعه وبين حياتي الشخصيه؟ بص انا يعني انا مش اهل خالص ان انا يعني ان انا انصح انا النصيحه دي بالذات، علشان يوسف كان كان يعني مهمل حياته الشخصيه خالص، وكان اللي هو الحياه الجامعيه بس المهم يعني انا عايز اوضح لك حاجه. انت في الجامعه بتعمل اللي انت عاوزه، مختلفه عن الثانوي، مختلفه عن الحياه التانيه دي خالص. بمعنى اصح، انت الجامعه بتحتاج واحد عارف مصلحته، يعني انا عارف امتى اذاكر وامتى ان انا العب، امتى ان انا انزل، امتى ان انا اعمل كذا. يعني بمعنى صح، انا ما اجيش على مذاكرتي علشان خاطر مثلا ان انا مثلا عايز اروح العب كوره، لا طبعا. فانا اذاكر وبعد كده العب كوره اذاكر، انت فاهم دماغي، او انا عايز اوصلك ايه يعني الحاجه، اعمل الحاجه اللي انا بحبها وفي نفس الوقت لا ما اهملش مذاكرتي ابدا. خلاص تمام. ازاي اوازن؟ زي ما قلت لك، انت مثلا ممكن تذاكر بطريقه البومودورو. مثلا انا ليا 4 ساعات مذاكره النهارده او 5 ساعات، معلش هخلص فيهم كل حاجه. عندك اليوم 24 ساعه، فانت عندك بقيه اليوم، فالدنيا هتبقى زي الفل وهتظبط الدنيا كلها وهتلاقي الدنيا تمام. والموضوع سهل على فكره، الموضوع مش صعب خالص. وزي ما انا قلت لك في الاول، انت لو ذاكرت كل حاجه هتبقى سهله، مفيش حاجه اسمها صعبه. اللي يقول لك حاجه اسمها صعبه قول له شكرا، انا شكرا لمعلومتك وانا مش عايز اسمعها تاني. الشغل بعد التخرج عامل ازاي؟ والله انا اقول لك حاجه، قبل كده كان الشغل سهل، بس دلوقتي علشان خاطر عدد الخريجين كتير جدا 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 جدا، فانت بتطلع مثلا. انا هقول لك حاجه، اولا التكليف بقى صعب، بقى على حسب الحاجه واحتمال يتلغى وكلام من ده كله علشان خاطر الاعداد زادت قوي. طيب وايه تاني؟ ان انت اول ما بتتخرج بتيجي مثلا بتروح مراكز الاعداد كتيره، فبتروح بتلاقي مثلا في دكتور يستغلك، في دكتور مثلا يقول لك لا مفيش مكان، لا ما اعرفش ايه. انت يعني انا مش بقول لك انت كده كده هتلاقي مكان، انت فاهم قصدي ازاي؟ بس انا بقول لك الموضوع بقى صعب شويه، الموضوع بقى رخم، ما عادش زي الاول. وانا مش بعقدك، ولكن انا بقول لك اللي بيحصل. انا في ارض الواقع اهو، انا لفيت على مراكز كتير علشان خاطر ان انا انزل تدريب، بس مش انزل شغل، لا والله انزل تدريب. والدكتور اللي عمل فيها عليا مثلا ان هو جامد وان مفيش منه اتنين، فاللي هو يا باشا زي الفل، انا في يوم من الايام انا يعني هوصل لك وابقى احسن منك كمان. انت فاهم دماغي؟ بمعنى اصح اللي انا اقصده يعني، هتلاقي في ناس بتتكبر عليك وناس بتعمل فيها ان هم دكاتره عليك وما اعرفش ايه الكلام من ده كله والحوارات دي كلها. بس انا بقول لك يعني هو كلها في الاول وفي الاخر ارزاق يعني. فاللي هو اطمن برضو يعني، خدها ستيب ستيب، ذاكر الاول وخلص كليتك وبعد كده فكر في الشغل. لو عرفت تسافر سافر، لو عرفت تفضل والكلام من ده كله. ايه الاخطاء بقى اللي الطلبه الجداد بيعملوها في الجامعه؟ ان في ناس بتدخل بتصاحب اي ناس، بتصاحب اي حد بيجي قصادها، اللي هو خلاص هو ده صاحبي، هو ده ما اعرفش ايه. ويعني مثلا وبيجهل ان الصاحب ده هو اللي يا اما هيرفعه فوق قوي يا اما هينزله تحت قوي، لان الصاحب ساحب. فاذا كان صاحبك بيذاكر وحد شاطر ومحترم فانت هتبقى زيه، واذا كان صاحبك مش كويس فانت هتبقى زيه. انت فاهم قصدي ازاي؟ فدي حاجه انت لازم تكون عارفها. انا مش بقول لك اتكبر على حد، بالعكس انا كنت مصاحب الجامعه كلها، يعني حرفيا عارف كل الولاد والولاد كلهم عارفيني، ولكن انا ليا صحاب انا عارفهم. هل ده معناه ان انا مثلا ما بقفش مع حد؟ لا، بقف مع الكل، ولكن انا ليا صحابي اللي بقف معاهم، صحابي اللي انا عارف ان هم دول صحابي، مش اي حد بقف معاه. انا عايزك تصاحب ناس كويسه. اول ما تدخل الجامعه تبدا تذاكر، ما تراكمش على نفسك، احضر محاضراتك، احضر السكاشن بتاعتك، ما تغيبش، ما تسمعش كلام حد يقول لك تعالى نغيب، تعالى نروح ما اعرفش فين، تعالى ما نحضرش. الحضور هيفرق معاك كتير جدا، هيوفر عليك في المذاكره. ما تسمعش كلام حد يقول لك هنغيب النهارده، كلام من ده كله ما تسمعش كلام حد، انت خليك مع نفسك وشغل دماغك كده. انت فاهم قصدي ازاي؟ فبس انت عندك هدف لازم توصل له، واتمنى ان انت تكون استفدت اي حاجه. ولو عجبك الفيديو
يعني عادي وريني اصحابك، ولو انت يا عم عشان انت ما تقولش عليا استغلالي تمام، نزل الفيديو وابعته له، يعني انت فاهم انا مش هستفيد حاجه، فعشان ما تقولش بس ان انا استغلالي، انا مش استغلالي والله، يعني انت حر، يعني اللي انت تشوفه، انا اهم حاجه ان انت تستفيد والدنيا تبقى زي الفل. فيلا سلام.